عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنبتدي نعمل فطور اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم يا رب بالصحة والعافية والخير وبزيادة دايما يا رب. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة اللي هي في الفخارة، اللي هي طاجن اللحمة الفخار اللي عليه العجينة اللي من فوق. هنبتدي مع بعض على طول، لان هو المواضيع دي واخده وقت شويه، فان شاء الله باذن الله باذن الله يعني ربنا هيساعدنا فيها. اول حاجه هعملها ان انا هاخد قطعه من السمن، اي سمن بقى، سمن بلدي، سمن كده براحتكم يعني. اهو هاخد حته قطعه كده من السمنه، انا مسخنه طبعا ومولعه النار اهوت. وهاخد قطعة صغيرة من اللية اللي هي متسيحة، قطعة صغيرة من اللية. أنا مسيحاها أهي، حاجة بسيطة خالص أهي. دي بقى بتطعمها وبتديها طعم وريحة تحفة تحفة كده. تمام. أول حاجة هعملها إن أنا هنزل البصل بتاعي كله. هبتدي انزل البصل ومش عايزينه يتحمر، مش عايزينه يتحمر، احنا يا دوبك مش عايزينه يتحمر، يعني يا دوبك ياخد اللون الذهبي شويه كده. طبعا البصل على قد كميه اللحمه اللي انت عاملاها، لو عامله 2 كيلو لحمه يبقى هتحطي بتاع كيلو بصل، حاطه نص كيلو لحمه كل بتقللي يعني هيبقى ربع كيلو بصل. لو نص كيلو يبقى نص كيلو بصل. زي ما انتم شايفين كده. احنا ببتدي معاكم على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الاكله دي لو عندك حله ستانلس لا اعمليها في الالومنيا، احلى بكتير. اديها رشه ملح خفيفه كده عشان تنزل ميتها بسرعه زي ما احنا شايفين كده. هي هتدبل على طول دلوقتي، يا دوبك تصفر بس. بصوا بقى كده البصله اهي، شايفين البصله؟ بصوا بقت لونها بقت لونها ذهبي. هعمل هنزل باللحمه بتاعتي كلها، انزل باللحمه كده. بصوا انا مقطعاها مكعبات صغيره. قلبناها بقى في البصل كويس قوي، ومش هنحط ميه دلوقتي خالص خالص، احنا هنحطها بس كده لحد ما تنزل ميتها وتشرب من البصله، وبعدين هوريكم برضه هنعمل بيها احط لها بس بقى شويه فلفل اسمر اهي، شويه فلفل اسمر كده، وكام فص حبهان كده، او الهل اللي هما بيقولوا عليه هل، وهاخد حبه من السبع بهارات. هاخد شويه من السبع بهارات. سبع بهارات فيها قرفه، عشان كده بتديها ريحه حلوه قوي قوي قوي. طبعا احنا مش هنحط ملح دلوقتي خالص، الملح دلوقتي ممنوع.
هغطي عليها كل ده والنار عاليه عشان تنزل كده ميتها، تشرب من البصله، تاخد الصدمه، واوريكم هنعمل فيها ايه تاني. تمام، وارجع لكم برده بعد ما تشرب خالص. تعالوا نشوف كده بقى اللحمه بتاعتنا بقت عامله ازاي. انا هنزلها كده شويه عشان تشوفوها. بصوا شربت ميتها، ما يبقاش فيها حاجه، كلها بقت البصل ده مش هيبان بعد كده خالص. انا مش بعمل كباب حله يا جماعه، لا، انا بعمل لحمه وهتشوفوها بجد، مش هتعملوا اللحمه غير كده بعد كده. اهي بصوا، فاضل عندي ايه بقى هحطه عليه عشان يستوي الاتنين سوا. عندي هنا فلفل وعندي طماطم، هنحطهم كلهم على بعض كده اهي، وهنقلب كله مع بعضه. كل اللي احنا حاطينه ده هيدوب ومش هيبقى باين خالص خالص اهو. هنخلي برضو القوطه تنزل ميتها والفلفل وتشرب منها اللحمه برضو شويه، ولو عازت هنحط لها كوبايه ميه، ما عازتش بس اكيد هتعوز عشان اللحمه تستوي معانا. لازم اللحمه تستوي كويس قوي، كل ما تعوز ميه نحط لها. هي مش كباب حله يا جماعه، برضو بقولها مش كباب لحله. دي هنحطها في طاجن وهنحط عليها العجينه بتاعتها اللي هي فخاره اللي هي الطاجن التركي ده. بصوا كده هغطي عليها برضو وهوريكم بقى ايه هي. بصوا هتفضل كده تستوي، لقيتها هي عايزه شويه ميه هحط لها شويه ميه ان شاء الله. اوريها لكم بقى لما تستوي خالص. ودي اول اكله من فطور رمضان الاولاني اللي هو اول يوم يعني. ان شاء الله ان شاء الله لما تستوي هوريها لكم، وهنشوف مع بعض برضو هنعمل اكله تاني ايه. كده نزلت ميتها ازاي، الطماطم مع الفلفل مع البصله. بصوا مش هتعوز ميه كتير، بس طبعا لازم اللحمه تستوي، لازم تاخد سواها بالكامل. اول ما الاقيها الميه بتاعتها ابتدت تقل هحط لها مثلا من نص كوبايه، افضل نص كوبايه نص كوبايه كده واسيبها تستوي، وان شاء الله باذن الله هوريها لكم. الثانيه بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهارده، وهي هتكون الفخده بتاعتنا الضاني. هعملها بايه وهتبلها بايه. انا عندي هنا بصله اهي، بصل وملح، مفيش يعني حبه ملح صغيره، ودعكت بيهم البصل الصغنن قوي دوت، ومعاهم طماطم بقشرتها بحالها بكله، دعكتها دعكه جامده لحد ما هي عملت بص ازاي زي الميه. هي دي اللي احنا هنتبل بيها. هاخد بقى كده، بس اجيب السكينه. بصوا هي مفتحه قدامي، بس انا برضو هنغز هنا كده وهنغز هنا كده اهي، وهنا وهنا اهي. هاخد بقى كده بالظبط اهو. بصوا الحاجات دي بتديها ريحه حلوه، ما تحسسكش انها لحمه ضاني ابدا. شايفين التتبيله هنا كمان اهو. واجيب بقى طبق كده اقلبها كده، وابتدي انغز برضو هنا كده. شايفينها كل البصل المدعوك ده بالملح والفلفل والحاجات دي كلها بصراحة بيديها ريحة وطعم وبتبقى خطيرة خطيرة. انا بقى هعمل ايه،
هشيلها كده لحد الصبح. لازم تبات في التتبيله دي، لازم تبات في التتبيله دي، بتبقى خطيره. هغطيها بورق اللي هو الاسترتش ده، وابتدي احطها اهي، واحطها بقى في التلاجة لحد ايه بكره الصبح ان شاء الله. واول ما هاجي اسويها برضه هوريها لكم. نتقابل بقى ان شاء الله بكره الصبح على خير، وهي كده، ونشوفها بقى وهي بتستوي، وهنشوفها لما تخش الفرن، وهنشوف كل حاجه. نتقابل بقى بكره الصبح ان شاء الله، تكون اللحمه التانية خلصتها ودي، وتشوفوا بقى بقيه الاكل كله. السلام عليكم. طبعا احنا الوقت صحينا اهو، النهار كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول يوم رمضان. احنا كنا ناقعين بقى الفخده بتاعتنا من بالليل اهي. بصوا بقى، حتى نفس اللحم نفسه بيطرى من كتر الحشوه اللي هي موجوده فيها. هاخدها بقى دلوقتي احطها في الحله، واجيب الميه. انا سايبه ميه بتغلي، عشان اوعي تكوني بتحطي وتملي الحله ميه مغليه وتيجي تحطي حاجه كبيره من اللحمه كده، تروح طبعا بترطشه الميه المغليه كلها عليكي. لا، انت بتحطي تغلي في حله صغيره ميه على قد اللي انت عايزاه، وتحطي دي في الحله وهي فاضيه، وبعدين تدلقي الميه المغليه عليها، علشان الميه ما ترطش عليكي لفوق لو انت مش هتبقي متمكنه منها قوي. تمام. هاخدها بقى كده، ادي الحله اهي. الحله بتاعتنا اهيت، فيها بصل برضو وطماطم، فيها بصل وطماطم اهي. بس كده شويه نحطها ده، تحطيها كده تبقى براحتها، وتعرفي تعدليها وتظبطيها وكل حاجه. وبعدين نبتدي، وادي كمان الحاجات اللي نزلت منها ايه من البصله اهي. وهنروح بقى على البوتاجاز اوريكم احنا هنكمل فيها ازاي. انا كده خلاص حطيتها في الحله. بصوا بقى، انا غاليه هنا ميه اهو اهي، ميه انا غاليه ميه هناك اهي اهي. اوعي تكوني الحاجه بتاعتك اللي هتسويها كبيره عليكي، وتيجي تسقطيها في الحله وهي فيها ميه مغليه، هتلاقي نفسك طرطشت في وشك وفي ايدك وبهدلت الدنيا. انما لما تغلي ميه بعيد وتحطيها انت عليها كده اهي، ولا اي حاجه خالص، وبراحتك. تمام. عندنا ايه بقى؟ هحط لها بقى هنا، عندي طماطميتين اهمت كده. الطماطم دي بتديها طعم حلو قوي وتسكيره. بصل غير اللي انا عاملاه لها طبعا، اللي انا كنت ضرباه في الكبه، وده كب ملح وفلفل اهوت. والجزره عندي كمان، الروزميري اهو، ده بيدي بقى ريحه وانت بتسوي الحاجه بجد ملهاش حل اهي. وهنحط كمان شويه فلفل اسمر تاني اهوت اهو كده. وكام حبايه من الحبهان اهو. متنسوش ان هي فخده ضاني، لازم تطعميها عشان طعم اللحمه الضاني ما يبقاش باين فيها قوي، وحد يقول لك انا بحب ده ومش بحب ده. تمام كده، حلو قوي. نغطي عليها، ولما تستوي
وقربت اطلعها هوريها لكم دلوقتي. هنروح نبص على اللحمه بتاعتنا اللي احنا طبعا كنا عاملينها نص سوا امبارح وطفيت عليها وقلت اكملها النهارده، وهنروح نبص عليها نشوفها عامله ايه. بصوا بقى اللحمه بتاعتنا اهي، بصوا شايفين خلاص مفيش بصل باين ولا فلفل ولا طماطم خالص، خلاص دخلت قربت تدخل في السوا اهو. ونبتدي نعمل لها بقى العجينه بتاعتها ونحطها في الطاجن بتاعها، بس لسه نديها كمان غلوتين لسه شويه ان شاء الله هوريهم لكم باذن الله. والتانيه الناحيه التانيه اهيت، الناحيه التانيه اهي الحله بتاعتنا بتاعت الفخده شغال عليها النار، ربنا يسهل. دلوقتي فاضل عندنا ايه؟ الرز البسمتي اللي احنا هنعمله. انا حطيت هنا شويه من الزيت، وهحط كمان شويه من السمنه اهيت، تسخن اهي. وهنزل عليها البصله بتاعتنا اهي، البصل على قد كميه الرز اللي انت هتعمليه. يعني مثلا هتعملي كيلو حطي بصلتين، هتعملي نص كيلو تعملي بصله واحده. هنشوح البصله شويه وهنشوف هنحط ايه معاها. اول ما البصله ابتدت تصفر زي كده، انا ما بحبهاش تتحمر، هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه حبه من المكسرات اللي عندي، ادي العين الجمل، انا بحبه صحيح كده اهوت، وشويه من الفستق، قصدي من اللوز اهوت، شويه لوز. ايه اللي بيطعمه بقى؟ ولا تقولي لي اللوز ولا العين الجمل ولا الحاجات دي كلها. اللي بيطعم الرز، وانا اكلته بره اصلا وكان طعمه حلو جدا جدا، وكان ليه طعم السوداني اللي هو الني اللي لسه ما اتحمرش، انت بتحطيه وتسيبيه هو يتحمر معاها. انا بكتر منه لان فعلا طعمه خطير. اقلب كده وبعدين نجيب الزبيب بقى اهو، نقلب مع بعض كده ياخد تشويحه كده الاول اهو. السوداني اصلا ليه طعم، بينزل الطعم بتاعه الحلو ده مع الرز. انا اكلته والله العظيم كان خطير بره. خليه كده يتعمل شويه كده. احنا شوحنا خلاص اهوت كل المكسرات بتاعتنا. فاضل عندي احط بقى كام حبايه من الحبهان اللي هو الهل دوت كده، وهنحط كام واحده من القرنفل او المسمار زي ما بتقولوا، او زي ما اي بلد بتقوله. هحط شويه من القرفه، شويه كده من القرفه، شويه من الفلفل الاسمر، واخر حاجه الكركم. ونقلب زي ما احنا شايفين كده. يشرب كده من بعضه، واجيب بقى الميه المغليه ونحطها عليها. هنحط بقى شويه من الشوربه صغيرين قوي قوي لانها جميله طبعا اهي. وهنكمل بميه بس
كده بقى هتغلي، ولما اجي احط الرز انا هوريه لكم. بتاعتي استوت، هبتدي اعمل العجينه بقى اللي احنا هنحطها على وش الطاجن واحده واحده كده مع بعض. هي خفيفه وسهله. اول حاجه هعمل ده كوبايتين من الدقيق. هاجي هنا هكسر، هحط في النص كده بيضه، وهحط شويه من حبه البركه في العجينه كده من جوه، بتديها ريحه وطعم حلو قوي غير اللي هنحطها على الوش طبعا. هحط كمان معلقه من الخميره الفوريه، حبه كده عشان الجو ساقعه. هحط كمان بمقدار معلقتين كده من الزيت، وهنجيب ذره صغيره جدا من الملح. حاجه بسيطه جدا من الملح بس كده. هبتدي انا بقى اعمل البيضه كده الاول، اسقي بيها الدقيق كده عشان كله يبقى فيه. اهوت. وهجيب ميه دافيه، ممكن تعجني بلبن ممكن تعجني بالميه، مش شرط يعني، مش ضروري قوي، لان هي نفس عجينه البيتزا. عايزه تحطي باللبن تخليها غنيه شويه ماشي، عايزه تعمليها انتي بالميه مفيش مشكله خالص خالص. عندي كمان معلقتين من اللبن البودره، ادي واحده وادي واحده. تمام كده. اجيب بقى ميه دافيه كده، هنقلب بقى الدقيق اللبن البودر اهوت كله مع بعضه كده على الناشف. وهبتدي احط بقى انا ايه شويه شويه كده من الميه الدافيه. انا هعجنها بقى، هعجنها خالص واوريكم العجينه. المهم انها تبقى طريه ما تبقاش ناشفه ماشي. كل ما تعوز ميه هديها لان بتختلف من دقيق لدقيق. كده خلاص انا عجنتها اهيت، ودهنت زيت زي ما احنا شايفين كده. بصوا طريه ازاي، طريه ملبن خالص اهي، ما تبقاش ناشفه عشان تعرفي تفرديها وتريحك وانت بتحطيها على الطاجن اهي. انا كده خلاص هغطيها واسيبها بقى تخمر، ولما اجي احطها على الطاجن هوريها لكم. هنسقط الرز بتاعنا بقى اللي هو البسمتي، بتغسليه قبل ما تيجي تنزليه بحاجه بسيطه خالص اهو. نقلب كله كده مع بعضه بالمكسرات بالحاجات الحلوه، ريحته تحفه تحفه تحفه. احنا طبعا حطينا الملح معاه في الاول ساعة ما كنا بنعمل المكسرات. هيعوز كده بقى ميه السخنه اهي. نشوف كده اهي. هيعوز ميه كمان. وبكده يا دوبك يغلي معانا، ونبتدي نوطي عليه خالص ونسيبه بقى يستوي على مهله خالص خالص. ولما يستوي ان شاء الله كل ده هيبان في الغرف بقى باذن الله. العجينه بتاعتنا خلاص خمرت اهي الحمد لله، جميله. بصوا اهي. كل اللي انا هعمله ان انا هقسمها نصين، خمرت خالص بقت جميله اهي. هقسم كده نصين اهي، ادي واحده وادي واحده.
هغطي دي عشان وشها، وهاخد هنا شوية من الدقيق خفيف كده، وابتدي افردها. شايفين حبة البركة فيها جميلة ازاي؟ شايفين كده اهي اتفردت اهي. اهم حاجه ما تبقاش رقيقه عشان تعرفي تفرديها وتتنفخ معاكي وتبقى حلوه قوي قوي. كده خلاص اتفردت معانا. هجيب بقى اول طاجن ده كده، اجيب الطاجن بتاعي اهو، ادي اول واحد، وهبتدي افرد كده والزياده طبعا هنشيلها. اجيب بقى حاجه اقص بيها، نقطع كده. هبتدي كده بقى اخد الزيادات دي حلوه كده مقاسها، هاخد بقى من هنا كده واخد الزيادة دي اشيلها. دي كده اول واحدة معانا. هعمل ايه؟ هجيب فرشة كده، جبت انا شوية من المية ومعايا فرشة اهي مش خالص كده. هنقص الحرف كده مية عشان الحاجة اللي انا هحطها تلزق عليها وفي نفس الوقت تحمر. شويش كده. عندي بقى حبة البركة اهي، وعندي كمان سمسم، كمان شوية من السمسم، كده انا مولعه الفرن عندي مستنيه عليه لما يسخن. يبقى احنا كده عملنا اول طاجن، التاني هيتعمل زيه بالظبط.
نعمل بقى التانية كمان بالمرة، اللي هو الطاجن التاني اهوت. كده خلاص اتفردت كلها اهي، برضو نفس الحكاية اهي كده. دي الطاجن بتاعنا. نفس الحكاية، وبرضو هنقص منه اللي هو الزيادة. هنبتدي ندهنها برضو بالمية على خفيف كده كده اهو، عشان الحاجة بتاعتنا ايه وشها يحمر، وفي نفس الوقت ان هي ايه يلزق فيها الحاجات الحلوة اللي احنا هنحطها. انا هاخد شوية من حبة البركة، شوية من حبة البركة، وشوية من السمسم، وشوية من السمسم كده. بقى هدخلهم الفرن، اول ما يطلعوا ان شاء الله هوريهم لكم، وممكن تشوفوهم بقى ساعة التقديم ان شاء الله. استوت لدرجة ان العظم وقع منها، العظم واللحم فتح من بعضه على الاخر. هعمل هنا بقى ايه الخلطة بتاعتها، عبارة عن ايه الخلطة بتاعتها؟ عبارة عن معلقتين من السمنة اهوت، وانا حطيت حتة صلصة معلش، معلقتين سمنة، وهحط كمان معلقة من العسل اهي، وادي معلقة من العسل، وهنحط معلقة من الصلصة، وهنحط معلقة من الصلصة كمان، او معلقتين، ايوه، او هي معلقة كفاية، حبة اهي. ونقلب. العسل مش هيبان يا جماعة، ما تخافوش، عشان ما تقولوش هتبقى مسكرة ما تبقى ولا الكلام ده خالص. ليه؟ لان الصلصة عندنا بتبقى حادقة شوية مع السمنة والحاجات دي اهي. هاخد بقى اجيب فرشة اهي، وابتدي ادهنها واحطها تحت الشواية، تحت الشواية بتاعت البوتاجاز. اهي هندهن كده. اهو زي ما احنا شايفين كده. انا هدخل بقى الوش ده في الشوايه، وارجع اقلبها واحط الوش التاني وابقى اوريها لكم.
كده بقى الأكلة بتاعت أول يوم رمضان بتاعتنا خلصت. دي ملوخية، وادي الفخارة بتاعت اللحمة، وادي هنا الرز البسمتك مع الفخدة اهيت، وادي هنا كمان واحدة، وادي الملوخية التانية. ودي كده بقى ايه الصورة بتاعتنا الأخرانية خالص، بس يا رب بقى الفيديو يجيبها. ويا رب يكون الفيديو خفيف ويكون سهل وتقدروا تنفذوا منه الحاجات بتاعته، هي كلها حلوة وطعمة. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بطريقة جديدة. أقول لكم إيه، باي باي، سلام عليكم.